القصه ديالنا كتبدا مع كايلر والعائله ديالو الصغيره، ولدو اللي سميتو رولف وبنتو الصغيره اللي سميتها انا، اعز ما عنده ومراتو اللي سميتها كيت، غاديين على رجليهم عند جيرانهم يتغداو معاهم، وكانت نهار عندهم عيد كيوجدوا معاهم الماكله. انا قالت لبا انا غادي نخرج مع بنت جيراننا نلعبوا على برا، قال لها سيري ولكن قولي لخوك يخرج معاكم رد لكم البال. خرج معاهم رولف مع بنت جيرانهم اللي سميتها سوزان، كيديو كيجيبوا في الهضره حتى كيضربوا على انا والجوي، هازين واحد الثلجه وكيخبطوا فيها مع واحد الكرفانه باغيين يهرسوها، كيغوتوا ليهم راه غيخرج لكم ولا يلا رجعوا فحالنا. حتى كيسمعوا الموسيقى طلقات لداخل، كان واحد فيها مراقبهم. رولف قال لهم يلا مشيو من هنا، رجعوا للدار تغداو سالاو. انا كتقلب على الصفاره ديالها ما جابتهاش معاها، نساتها في الدار. قالت لامها انا غادي نمشي انا والجوي للدار نجيبو الصفاره ديالي راني نسيتها. قالت لها سيروا ما تعطلوش تما. فمشاو ضربات نص ساعه ما رجعوش. كلير ما بانوش ليه، هبط لعند روف قالوا فينا يا اختك وتجوي، قالوا ما عرفتش فينا هما راه كانوا معاكم. فكايلر مشى للدار كيجري قلبها كامله ما لقاش ليهم الحس فيها، رجع لعندهم قال لهم راه ما كايناش حتى في الدار، ما فهموا والو فين اختفاو. راه تفكر قال لهم واحد الكرفانه كانت في الراس ديال الزنقه ماشي من هاد المنطقه، وفيها شي واحد لداخل كانوا كيلعبوا فيها ملي خرجنا. مشاو ديك الساعه تفرقوا في الحي، وشتا خيط من السما كيقلبوا على الكرفانه غبر ليها الاثار. فكايلر جبد التليفون عيط للبوليس بلغ بالاختفاء ديال جوج بنيات وعطاهم المواصفات ديال الكرفانه. البوليس رولوا المدينه بالتقلاب تلقاوها واقفه في واحد الغابه، وعلموا المحقق اللي سميتو لوكي احضر في البلاصه كيشوف فيها مدي ماريا واللي راكب فيها معاشه في البوليس، بدا كيعمر في الموطور كيقربوا ليه يرجع 10 ريال اي واحد في بلاصتو غادي يهرب. هو قصد ديريكت الشجره دخل فيها لوكي ما فهم والو، تحرك دخل عليه الكرفانه لقاه مخزون فيها، اعتقلوا وخرجوا دخلوا للغابه كيقولوا فين درتي البنيات ما جاوبوش. البوليس قالوا لوكي هذا انا معطي شي حاجه ماشي نورمال. لوكي قال لهم عيطوا البوليس ديال بنسلفانيا يجيبوا الكلاب ويدخلوا للغابه يقلبوها. حتى هذاك الكوميساريه كيحقق معاه فين هما البنيات، كيقولوا عمري ما شفتهم. قالوا اش دخلك لذاك الحي؟ قالوا غير كنت جالس تما كرتاح. قالوا البنيات كانوا كيضربوا لك في الكرفانه ما يمكنش ما شفتيهمش. والو ما صور منه الفريق العلمي كياخذوا البصمات من الكرفانه. لو كيسولوا فين كتبات الكرفانه قالوا عند عمتي كتخليني نحطها في الجرده ديالها. ديك الساعه مشى للدار ديال عمتو اللي سميتها هولي، بانت له واحد الطوموبيله في الجرده قديمه محطوطه. تا خرجت عنده هولي قالت له هذيك راه ديال راجلي راه للبيع الا بغيتيها. قال لها انا جاي هنا على واحد القضيه ديال الاختفاء ديال واحد جوج بنيات، المشتبه به الاول هو ولد خوك اليكس. فدخلته للدار قلبها شاف الصور ديال راجلها قال لها فين هو. قالت له راني تغاودت انا وياه شي 5 سنين هادي، من تما خرج من الدار ما عاود رجع. فسول على والدين اليكس فين هما، قالت له راه داروا واحد الكسيته وماتوا شحال هادي. فلوكي من بعد ما قلب الدار ما بان له والو، رجع للكوميساريه سول رئيس الفرقه العلميه واش لقاو شي دليل في الكرفانه. فقال له كاع البلايص دوزناهم ما لقينا حتى شي دليل. وفي نفس اللحظه كايلر وفرانكلين داخلين مع البوليس للغابه كيقلبوا على بناتهم، والو ما كاينش لهم الاثار. النهار التالي لوكي جا عند كايلر قال له امتراش درتو مع مول الكرفانه. قال له هذاك راه سميتو اليكس، ما لقينا حتى شي دليل في الكرفانه، وحتى الدار ديال عمتو ما لقينا فيها والو، والمعدل ديال الذكاء ديالو ديال دري صغير عنده 10 سنين، فراه ما يقدرش واحد بحالو يخطف بنيات صغار. قال له ما يقدرش يخطف ويقدر يسوق كرفانه. قالوا راه واخد رخصه السياقه قانونيه. قالوا راه حاول يهرب، هادشي شنو كيعني؟ قالوا انا عارفك شنو باغي تقول، راه 10 سوايع وانا كنحقق معاه والو، هاد القضيه عقد من داكشي اللي كتخيل، راه حنا حاطين جميع الاحتمالات وانا غادي نبقى نحقق في هاد القضيه حتى نلقى البنيات. فكايلر قال له ما غادي تخرجوا حتى تلقاو البنيات. لوكي قال له من هنا 48 ساعه الا ما بان حتى شي جديد في هاد القضيه غادي تلقاو سراحو. فملي رجع للكوميساريه قصد الرئيس ديالو خدا اذن نحقق مع واحد السعد عندهم سوابق في واحد المنطقه كانوا كيخطفوا فيها البنات، شدوا ضربوا الحبس. فمشى لديك المنطقه بدا باول واحد دخل عليه الدار لقى كان سكران كاو، دار قنت بقنت كتبان ليه مروحه الثلاجه كاين واحد الباب. ادفعهم مع فتح الباب بان له كاين قابول تحت، هبط كيقلب فيه حتى كيضرب على جثه ديال الانسان مكتف مع كرسي ومتحلى. اطلع ديك الساعه شدو فيقو ديال من هاد الجثه. قال له ما عرفتش راه كان قاتل متسلسل صفار 16 دري، فاش ديتو صفيتها لي انا. اضرب له مينوط داه الكوميساريه. النهار التالي البوليس منتشرين في الويدان والغابات كيقلبوا على البنيات. حتى كايلر جاء اتصال من مراتو علماتو باللي غادي يطلقوا سراح ديال داك اليكس. تحرك عافط ديك الساعه الكوميساريه، وفي نفس اللحظه اليكس كيعمر في الوراق ديال الخروج ديالو. لوكي كيشوف فيه حاس باللي عنده شي علاقه بالاختفاء، والدليل اللي غيثبت هادشي ما كاينش. فخرجاتو هالي تتلا عليه. كايلر شدو فين هما البنيات شنو درتي ليهم؟ قال له ما سمعتهم كيبكيو حتى بعدت منهم. هاد الكلام اللي قال ليه استعرب بدا كيخنق فيه. تجاو البوليس شراو مينطو دخلوا الرئيس ديالهم. قالوا علاش طلقتو؟ راه هو اللي من مور الاختفاء ديال البنيات، راه قال لي ما سمعتهم كيبكيو حتى بعدت منهم. لوكي قال له واش متاكد من هذا الكلام اللي كتقولوا؟ سمعكم شي واحد؟ قالوا راني جريته بين الطوموبيلات وقال لي فوجي بشويه. فقالوا انا غادي نمشي لعندو للدار ونهضر معاه في هذا الموضوع. فمشى لعندو للدار هضر معاه قدام عمتو. واش قلتي لكايلر شي حاجه؟ قال له راني ما قلت له والو.
قال لها لي خليني معاه واحد الدقيقه، مشات عاود تسولو ما صور منه والو. فخرج عيط لكايلر قال له راني حققت معاه، كيقول بلي ما قال لك والو. فكايلر قطع عليه التليفون وكيشوف مراته ما حبساتش من البكا والغوت وكتقول له دير شي حل. ففكر بحاجه وحده هي الا ما قلبش على بنته بنفسه حتى شي واحد ما غادي يعقل عليه. خرج ديك الساعه ركب على طوموبيلته قصد الدار ديال هالي. بان لي اليكس خارج كيدور بالكلب ديال عمته، فخطفو ضربطو في الدار ديال باه. ومشى جاب فرانك اللي معاه شافو تصدم، اش هادشي اللي درتي؟ قالو راه الا ما عذبناش باش يقرب بناتنا غادي يموتوا. قالوا نديو البوليس، قالوا غنديو غيطلقوه مثل عليهم باللي حماق. كيقولوا فكر بعقلك، قالوا البوليس ما عقلوش علينا، انا مستعد ندير اي حاجه على قبل بنتي. البارح ملي شفتو خارج كيغني نفس الاغنيه اللي كانوا بناتنا كيغنيوها داك النهار، فين سمعها؟ انا جدك هنا تعاوني غادي نعذبو اشد العذاب حتى يعترف. ما تنساش راه حتى انت مختفيه لك بنتك. فحال واحد الصاك جاي فيه الدوسان ودخلوا كيعذبوا فيه. وفي الجهه الثانيه لوكي كيقلب على الدراري الصغار اللي مختفين في هاد المدينه. تلقى ولد صغير تخطف سميتو بيري في نفس الحي اللي تخطفوا فيه البنيات. مشى ديك الساعه لعند امو سولها عليه، قالت له راه سمعت الاخبار ديال البنيات، انا متاكده اللي خطف ولدي 26 عام هاتي هو نفسه اللي خطف البنيات، والسبب هو تخطفوا من نفس الحي، وولدي كان كيلعب حدا واحد الكرفانه حتى اختفى في لحظه. انا حرموني من ولدي، ما تخليوش الوالدين ديال دوك البنات يعيشوا نفس الشيء اللي عشتو. فالو كيرجع للكوميساريه كيحقق مع داك الشيباني اللي لقى عنده جثه في القابو. كنا هو هذاك، قالوا راه قلت لك باللي كان كيخطف الدراري الصغار وكيصفى عليهم، وقبل ما نصفى ليه قال لي عنده شي عائله كتعاونوا في هذا الشيء. وفي نفس اللحظه كايلر كيعدف اليكس وكيقول له قلتي لي باللي ما سمعتيهم كيبكيو حتى بعدتي منهم، وكيدخل ليه فينا هما ما بغاش يكره هز المطرقه باش يعترف والو ما صور منه، بغا يحماق فين اختفاو هاد البنيات. وفي نفس اللحظه في الحي ديال كايلر تجمعوا كاع الجيران كيواسي في العائلات ديال البنات. جا المحقق لوكي تا كيضرب على واحد دخل وسط الناس اللي كانوا كيحطوا الشمع حطوا النوس. مع دار شاف فيه تحرك غادي عافط هارب، ولوكي تابعو تدخل ليه الغابه اختفى ليه. النهار التالي حط الصوره ديالو في الاخبار كمشتبه به، وقالوا الناس اللي شافوه علموهم، حتى عيطات وحده على لوكي قالت له داك اللي كتقلبوا عليه كنعرفو. فهاديك الساعه مشى لعند المكازه ديال الحوايج، قالت له راه سميتو بوب وكيجي ديما كيتقدى الحوايج ديال الدراري الصغار وكل مره كيدي مقاس مختلف. فقال لا الا عاود جا مره اخرى هنا اتصلي بيا وتحرك بحالو. اما فرانك رجع للدار، مراتو كتقول ليه فين غبرتي، عاودت لها على اليكس اللي خاطفين. قالت له دابا بغيت نشوفو دا عند كايلر اللي قال لها ياك ما قلتها شي واحد. قالت لي ما قلتها حتى شي واحد، بغيت نشوفو. دخل لعندو كلهم فرشخ، كتقول له فين درتي البنات، والو ما بغا يقر. بدات كطلب فيه يقول لها فين دارهم، فكات لي يدو شير فيها وبغا يهرب من السرجم. اتت عليه فرانك وكايلر وشدوه، كيقول لها علاش فكيتيه. كايلر شاف الضرب ما بقاش قادي معاه، صايب الحمام باب طرقوا الضو ما بقاش كيشوفو، دوز لي رشاشات ديال الماء سخون باش يحرقوه حتى يقر فين كاينين البنات. فرانك قال له هادشي ماشي حال تقدر تصفي ليه. قالوا اليوم 5 ايام وبناتنا مختفيين ما عارفينش اشنو واقع لهم، انا اي حاجه غادي ندير على قبل بنتي. وفي نفس اللحظه بوب دخل الدار ديال كايلر قصد البيت ديال انا، حتى كيتسمعات شي واحد دخل الدار، ناضت كتقلب حتى سمعات شي واحد خرج من السرجم اللي في بيتها. فعيطات لوكي، جا لعندها عاودت ليه شنو سمعات. كيسحاب ليه غير التاثير بالاختفاء ديال بنته، ولات كتدخل وتخرج في الهضره. قال لها فينا هو راجلك ما بقاش كيبان ليا. قالت له راه كيجي في الليل معطل وكينوض في الصباح بكري ملي اختفات البنت وهو كيقلب عليها مع البوليس. ففهم باللي كخطط لشي حاجه ولا مراقبو. كايلر شافو قصدو، قال له عوض ما تبقى مراقبني سير قلب على البنات، اليوم 6 ايام وحنا والديهم اللي حاسين بهذا الشيء، سير قلب عليهم وما تبقاش تابعني انا وتحرك بحالو. فلو كيرجع للكوميساريه كيبحث على كايلر، لقى باه كان حارس في الحبس عنده واحد الدار ديك الساعه مشى ليها. كايلر كيسمع الطوموبيله وقفات قدام الدار، طالب بالو لوكي جا. قال اليكس من واحد التيو الا درتي شي صوت غادي نخوي عليك المطايب. وهبط لتحت لوكي طردق واحد السرجم ودخل كيلقى كايلر ناعس في الارض. فيقوا اش كدير هنا؟ قال ملي كنكون سكران كنجي لهنا نعس. قالوا اليكس مختفي خاطفو هنا. قال له ما بقيتش شفتو من داك النهار. فبدا لوكي كيقلب في الدار قنت بقنت، تا جا اتصال من مولات المكاسه ديال الحوايج، قالت له راه بوب جا تقدى شي حوايج هو غادي. فعطاتو الرقم الماتريكيل ديال الطوموبيله ديالو. ديك الساعه فتح البيسي، جبت العنوان ديال الدار ديالو، تحرك عافط ليها. دق عليه حل، قال له علاش داك النهار شتيني وهربتي؟ قال له وقيلا تغات لك في العنوان. قال له عندك شي ولاد؟ قال له لا. قال له داك الحوايج ديال الدراري الصغار لمن كتشريهم؟ فبغى يسد عليه الباب، لوكي دخل عليه شدو ضرب ليه مينوط وبدا كيقلب في الدار. لقى في الكوزينه راس ديال الخنزير، فبدا كيقلب في الغرف غرفه بغرفه. فملي وصل لواحد الغرفه مطرقه طردق الباب ودخل، كيلقى صنادق كبار مسدودين بقفوله. فبدا كيطردق فيهم وكيحل في الصنادق، لقى فيهم حوايج ديال الدراري الصغار عامرين بالدم والحناش. توصل لاخر صندوق حلو، لقى فيه واحد الكتاب مكتوب عليه الا خرجتي من المتاهه تقدر تمشي فحالك. ما فهم والو، دا داكشي للكوميساري وعيط لفرانك ومراتو وراهم الصوره ديال الحوايج ديال الدراري الصغار اللي عامرين بالدم، تعرفوا على حوايج بنتهم خرجوا مصدومين.
كايلر دخل وراه التصاور تعرف على التقشيرات ديال بنتو كانت عامره بالدم. تصدم قال له بقيتي تابعني انا وخليتي البنات. تحرك رجع للدار قال لولدو ما تقولش لامك داكشي اللي لقاو البوليس وما تخليهاش تشوف الاخبار. قال له ما يمكنش ما تعرفش راه هذيك بنتها اللي ماتت. قال له راه اختك باقا حيه وغادي نقلب عليها حتى نلقى داكشي اللي قلتولك ديرو. تحرك خرج فحالو. وفي الجهه الثانيه في الكوميساريه لوكي دخل على بوب شنق عليه فين درتي البنيات وفين كاينه هاد المتاهه. ما بغاش يقرب بدا كيخنق فيه تدخلوا البوليس فكو. بوب استغل الفرصه غفلو من طير لواحد السلاح تيرا في راسو ودع. اما كايلر كيخوي في المطايب على اليكس وكيقول له فين درتي البنات. قالوا راهم كاينين في المتاهه. كيسولو فين كاينه هاد المتاهه بقى ساكت. فكايلر تحرك للدار ديال هالي قال له انا عارف انا هو السبب باش اليكس هرب من الدار. بغيت غير نسولك نهار اللي شديت اليكس حدا الكوميساريه بقى كيقول شي هضره ما مفهوماش خلاني عايش في شي حلم في متاهه. قالت له ما ديش على اليكس راه ديما كيبقى يقول هكاك كيبقى يقول شي كلام ما مفهومش. فراه ملي تبني ناس صغير هو هكاك من بعد ما مات ليا ولدي راجل اللي كان كيربي الافاعي حتى لواحد النهار كان فايق ما كنلقاش. فكايلر شكر على هادشي وتحرك فحالو من تما. اما في الجهه الثانيه لو كيبقى كيشوف داك المتاهه اللي راسم بوب وكيحاول يفكها ما عارف منين يبداها. حتى كيضرب على الصوره ديال الجثه اللي لقى محله فيها سلسله بنفس الشكل ديال المتاهه اللي راسم بوب. ففهم باللي كاين شي رابط بيناتهم. تعيط عليه المحقق اللي شاد قضيه بوب. قالوا الفريق العلمي عطاني التقرير باللي داك الدم اللي كاين في الحوايج ديال الخنزير كنظن باللي ما عنده حتى شي علاقه بدوك البنات. قالوا الدم ماشي ديالهم. اذا دوك الحوايج منين جابهم؟ قالوا ما عرفتش هادي راه قضيتك بحث فيها انت. قالوا هاد المتاهه اللي راسم داك بوب لقيتها في سلسله في واحد الجثه والشيباني اللي شديت قال باللي هذاك كان كيخطف الدراري الصغار. اذا عنده شي علاقه بوب. الضابط قالوا هاد المتاهه واخدينها من كتاب ها هو اللي مالفو كي غادي نديروا ليها. فلو كيتفكر نهار كيت قالت له بلي شي واحد دخل على الدار. فتحرك عافط للدار كيقلب على شي اثار على برا تابان له الاثار ديال الصباط وتقشيرات ثانيه ديال انا. تاكد بلي بوب كان هنا وفهم بلي هذا بوب ما دار والو غير كان مختل عقليا كيجمع في الحوايج ديال الدراري الصغار. كيت في الدار جاء اتصال من نانسي بلي لقاو بنتهم متجوي وهما في السبيطار. خرجات كتجري بلا كايلر قالت له راه تجوي لقاوها انا لا غادي تكون عارفه البلاصه اللي كاينه فيها. فتحركوا عافطين للسبيطار. كايلر كيسولها فين كنتو. قالت له انت كنتي عندنا. انا هربت في الغابه وانا حصلات. فتفكر حاجه وحده بهذا الكلام اللي قالت ليه. هي الدار ديال هالي اللي تخليو كيهضر مع هالي فسمعوا صوته. فتحرك خارج كيجري لو كيشافو كيجري كيسحب ليه بلي هرب ملي سمع الجوي. قالت له بلي كنتي انت تما. فلو كيخرج طلع لطوموبيلته وتحرك للدار ديال بوا كيسحب ليه غادي يلقاه تما. بدا كيقلب في الدار حتى كيلقى اليكس كيغوت في الحمام. اما كايلر مشى دخل الدار ديال هالي قال له انا عارف البنات كانوا هنا فين درتي ليا بنتي. جبدات عليه فردي وقالت له مين طراسك مين طراسو كيسايس معاه باش يعرف بنته فين حاطها. جبدات ليه واحد القرعه فيها مخدر وقالت له شربها الا بغيتي تشوف بنتك. هبط على نصها وخرجته على برا وقالت له اليكس هو اول ولد خطفناه انا وراجلي كان سميتو باري. وهاد باري هو ولد ديك المراه اللي تخطف ليها 26 عام. هادي قالت باللي اللي خطف ولدها هو نفسه اللي خطف البنات. هادشي كيفسر ان اليكس ما عنده حتى شي علاقه بهادشي غير تعذب على حاجه ما دارهاش. هو براسو غير مخطوف وراجلها اللي خرج مرجع هو داك الجثه المتحله. فهالي داتو لداك الطوموبيله القديمه ديال الراجله قالت له طلع الديماري ورجع اللور. داكشي اللي دار وقالت له نزل. البنات ما خطفهمش اليكس بغا يدير بهم دوره بالكرافانه انا اللي خطفتهم. وقالت له هبط في داك الحفره ما بغاش يهبط. تيرات فيه لرجل تلاح الحفره طرقات عليه ورجعت الطوموبيله فوق الحفره كيف ما كانت. كايلر جبت له واحد البيل كيقلب في الحفره كيلقى الصفاره ديال بنته اللي كانت مشات تجيب من الدار. وفي نفس اللحظه حضر له كي الدار ديال هالي كيلقى الباب مفتوح. دخل كيقلب عليها لقى الصوره ديال راجلها معلق السلسله اللي فيها المتاهه. عرفوا هو الجثه المتحله اللي كنلقى. وتاكد باللي هالي اللي خطفات البنت. بدا كيقلب عليها توصل لواحد الغرفه كتبان ليه كتحقن في انا بسم باش تهنى منها. قال له حيد داكشي من يدك. دار تيرات فيه زكلاتو فتيره فيها صفا ليها. انا وتحرك بها عافط للسبيطار تنقدوها في اخر لحظه. من بعد لوكي كيقرا في الجريده كيلقى الصوره ديال كايلر مختفي. جات عنده كيت وجابت معاه انا شكراتو حيت نقدها. قال لها لقيتي الصفاره ديالك؟ قالت له ما لقيناش رحنا شرينا لها وحده اخرى وطلبات منه يقلب لي على كايلر. فمشاو الدفارق قلبوا الدار ديال هالي حفروا كاع الارض والو ما لقاو حتى شي حاجه. فملي بغاو يتحركوا في حالهم لوكي بدا كيسمع شي واحد كيصفر بالصفاره. وحتى لهنا غادي تسالي القصه ديالنا. ما عرفتش المخرج علاش خلى القصه مفتوحه ما عرفتش السبب ولكن على حسب الراي ديالي باش المخرج يخلينا نطرحوا بزاف ديال التساؤلات. شنو وقع واش نقدو السيناريو اللي فكرتي فيه يقدر يكون صحيح. كنتمنى تعجبكم القصه وتخليونا شي لايك وكومونتير. تهلاو.